ايه ده ماما. هي رايحة فين؟ ده حتى ما عاد شغلها مش دلوقتي. انا لازم اروح اشوفك انت رايحة فين يا ماما. ايه المكان ده؟ انت رايحة فين يا ماما؟ والمكان الوحش ده؟ معلش اخرت عليك قبل ما محمد مشي على الشغل. ايه ده؟ وايه البيت اللي هي ماما دخلت فيه ده؟ انا مش لازم اسكت. انا راح اقول لبابا. ايه يا راوي يا حبيبتي، بابا رجع من الشغل؟ لا. لا يا ماما. طب الحمد لله. ماما انت كنت فين؟ ايه اللي كنت فين دي؟ كنت في الشغل طبعا. ماشي يا حبيبتي، انا رايحه اجهز الغدا. تكذب عليا يا ماما. السلام عليكم يا حبيبتي. عليكم السلام يا بابا. عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا. بابا انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. عارف ماما ماما عارفها طبعا يا حبيبتي. تكذب عليك. تكذب عليا؟ تكذب عليا ازاي؟ طب انت عرفت ازاي يا حبيبتي؟ بتقول لك هروح الشغل وما بتروحش الشغل. طب وانت عرفت ازاي يعني؟ اصلا انا يا بابا مشيت وراها النهارده ولقيتها رايحه بيت كده غريب كده دي، وكمان بتقول للراجل معلش اخرت عليك قبل ما مشيت محمد. طب بصي يا حبيبتي، عشان الكلام اللي بتقوله ده جديد، بقول لك ايه، هي شافتك وانت بتراقبيها؟ لا يا بابا. طب انت قلت لها؟ لا. طب ماشي، ما تعرفهاش ولا تعرفيها اللي انا ايه عرفت، خلاص؟ ماشي. اكنك ولا قلت لها ولا قلت لي. ماشي خلاص؟ يا بابا. يا رؤى خليني اقعد يا بنتي. بس فين يا رؤى؟ تعالي كده جنبي. بابا هو الدكتور قال لك ايه؟ قال لي كل خير يا بنتي. معلش يا رؤى، هاتيلي شويه ميه عشان اشرب العلاج يا بنتي. حاضر يا بابا. اقعد يا حبيبتي يا بابا. زي ما فهمتك بقى، خلاص؟ خلاص. ايه ده يا رضوى، امال بابا فين؟ بابا خرج يا ماما. بابا خرج مشي على الشغل؟ طب كويس الحمد لله. انا رايحه بقى الشغل. ماشي يا روضه؟ ماشي. عايزه حاجه؟ تكذب عليا يا ماما. ماشي. يا بابا يا بابا يلا ماما مشي. يلا يا حبيبتي يلا بسرعه. ايوه مين؟ السلام عليكم. هو البيت ده يا بابا. هو البيت ده؟ ايوه حتى شبشبها. مرات اخويا. ازيك يا ابو رؤى، عامل ايه؟ ازيك يا رؤى يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي بقى يا حبيبتي، انا جبت لك شويه العاب تلعبي بيهم وانت قاعده. ماشي؟ شكرا يا مرات عم. شكرا لله يا حبيبتي. انت عامله ايه يا ابو رؤى؟ الحمد لله يا مرات اخويا. بقول لك يا مرات اخويا، مالي انا اخويا ما بيجيش ولا بيسأل عليا من ساعه ما اجرت له البيت ده. ازاي مش هيسأل عليك؟ بس ان هو انت عارفه بقى لازم تعذر مع يعني مشغول في الشغل وكده، ما بيجيش الا واخر. والله هو اللي موصيني لازم كل يوم اجي اشوفك، اغسل لك الهدوم، اعمل لك اكل، اي حاجه، وبعت لك المبلغ الصغير ده. كتر خيره، على طول كده بيبعت لي فلوس كده على طول. هو مش ناسيك والله، وعاتل همك وبيقول ان شاء الله اخويا هيخف. انت عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. يلا بسرعه. طب ناقصك اي علاج ولا حاجه بقول لك يا ابو رؤى؟ ايه ده؟ عماد اخويا؟ محمد جه عشان يشوفك يا ابو رؤى. ازيك يا محمد يا اخويا، عامل ايه؟ ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ عرفت ازاي انا هنا؟ مالكيش دعوه، عرفت ازاي انت هنا؟ وبعدين ايه البيت ده؟ وبعدين مين اللي مأجره له؟ انا اللي مأجره له وباجي اشوفه من وقت للتاني. طبعا من فلوسي. والله العظيم ما خدت منك ولا جنيه، ده من شغل هنا، حرام عليك. وبعدين على فكره انا فاهماه اللي انت مأجره البيت ده، واللي انت اللي بتوصينا عليه بعد ما طردته وخدته لقدام والوراه. حرام عليك بقى، ده اخوك تعبان. تعالى شوف، ده محمد جاي يطمن عليك يا ابو رؤى. اخيرا يا محمد يا اخويا. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام. عشان الاوان بقى تيجي تقعد معايا في البيت. خلاص يا محمد يا اخويا، ما بقاش في وقت.
انا لسه جاي من عند الدكتور دلوقتي، والدكتور بقى قال لي انا مش هكدب عليك اكتر من كده، وصارحني يعني باللي انا فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ان شاء الله هتقوم بالسلامه وهترجع لبنتك وهتشوف. خلاص انا ايامي بقت معدوده. مش كده، ما ربنا ينفعش يديك تقول طول العمر. كده. انا حاسس بنفسي، بس انا مش زعلان على نفسي، انا مش زعلان بس على البنت اليتيمه دي اللي امها راحت وسابتها، وانا الوحيد اللي يبقى جنبها، بس للاسف انا هسيبها. في ايه يا برو اللي انت بتقوله ده؟ مش كده يا برو. ما تفولش على نفسك، ان شاء الله انت اللي هتربي بنتك وربنا هيرزقك نظر. انا حاسس بنفسي يا مرات اخويا، بس بالله عليك يا اخويا اللي انت عملته فيا انا مسامحك، بس بالله عليك خد بالك من بنتي. توعدني؟ اوعدك يا اخويا، بس ما تقولش كده. توعدني يا محمد؟ طبعا يا اخويا انا اوعدك طبعا. اه